برج العذراء في الحب قصة تانية خالص. هو مش من النوع اللي بيعبر عن مشاعره بسهولة، بس لو حب بجد بيبقى حب عميق ومخلص جدا. خلينا نشوف مع بعض العذراء بيحب ازاي وبيعامل شريك حياته ازاي. العذراء مش بس بيقول بحبك، ده بيترجم حبه لأفعال. ممكن يجهز لك مفاجأة صغيرة أو يلاحظ حاجة بتضايقك ويحاول يصلحها. لو العذراء اختارك حبيبي يبقى انت كسبت شخص مخلص وموثوق فيه، مش هتلاقيه بيغازل غيرك او بيخون فيك. العذراء بيحب يحسن من كل حاجة حواليه، حتى شريك حياته ممكن ينتقدك بس دايما بنية صالحة عشان تبقى احسن. مش هتلاقيه بيعمل حاجات رومانسية كبيرة، بس هتلاقي في تصرفاته الصغيرة كل الحب والاهتمام. العذراء بيحب يخدم اللي بيحبه وبيعمل كل اللي في وسعه عشان يريحه. العذراء وشريك حياته علاقة مبنية على الاحترام والتقدير. العذراء دايما بيدور على شريك حياة ذكي مثقف وبيقدر التفاصيل. العذراء بيقدر الاحترام جدا وبيحترم شريك حياته في كل قراراته. العذراء بيحب يكون مع شريك حياته علاقة عميقة مبنية على الصراحة والتفاهم. العذراء بيحب الاستقرار جدا وبيخطط للمستقبل مع شريك حياته بشكل إيجابي. العذراء بيشجع دايما شريك حياته على النجاح في حياته العملية. بس العذراء مش كامل، عنده بعض الصفات اللي ممكن تزعج شريك حياته. ممكن ينتقد شريك حياته كتير وده بيخليه يحس بالإحباط. مش بيعبر عن مشاعره بسهولة وده ممكن يخلي شريك حياته يحس إنه مش مهتم. العذراء بيخاف من الارتباط وده بيخليه ياخد وقت طويل عشان يقرر يدخل في علاقة جدية. نصيحة لشريك برج العذراء: العذراء محتاج صبر عشان يفهم ويفتح قلبه. قدر جهوده واهتمامه بيك، حاول تتكلم معاه بصراحة عن مشاعرك ومخاوفك. احترمه كشخص واديله المساحة اللي بيحتاجها. في النهاية العذراء شخص رائع لو عرفنا ازاي نتعامل معاه. هو بيحب بعمق وبيكون شريك حياة مثالي لو لقى الشخص المناسب.